دول اذكى نوت بوكس للمذاكره، حرفيا هيذاكروا لك ويختبروك. انت متخيل؟ النوت بوكس دي من براند برافو، وهو براند لذيذ بصراحه. بعتوا لي البوكس بتاعهم واللي فيه اقلام الكثير والكثير من الاقلام، بس اللي عجبني فيهم بصراحه ان الكواليتي بتاعتهم خطيره. نيجي بقى لما حاجه وهي النوت بوكس. بص، انت هتصور الباركود اللي موجود على نوت بوك وهتنزل ابلكيشن برافو، والابلكيشن فيه مميزات كتيره جدا. اهمهم ان انت ممكن تضغط على بدء المسح وهيصور لك اوتوماتيكي الكلام اللي انت كاتبه في دفتر برافو، وكل اللي عليك انت بس تعمل سيلكت على الكلام اللي انت كاتبه وتضغط كوبي بيست، وهتلاقيه كتب لك كل الكلام اللي انت كتبته. تاني ميزه في ابلكيشن برافو ان انت ممكن تضغط على دفاتر ملاحظاتي، وممكن تكتب طبعا كل المواد الدراسيه بتاعتك من خلال الزائد اللي تحت دي. تختار اللون بتاعك وتكتب مثلا ماده الكيمياء، وكده انت ضفت ماده من المواد بتاعتك. وممكن تضغط على ماده العربي، وطبعا تكتب كل الدروس بتاعتك. وممكن تضغط على الدرس الثاني وتبدا تكتب بقى الدرس بتاعك. حاجه من الحاجات الحلوه برضو ان البرنامج ممكن يختبرك سؤال وجواب من خلال البطاقات التعليميه. ابدا في الاضافه، ما هو تعريف المفعول به؟ الخلف هتبقى الاجابه وتعمل حفظ. ما هو تعريف المفعول به؟ اظهر الاجابه. واحده برضو من المميزات القويه في ابلكيشن برافو ان انت عندك برافو جيميناي، فانت ممكن تكتب اي حاجه انت عايز تسالها للاي اي وهو هيجاوبك بالذكاء الاصطناعي. فاحنا مثلا ممكن نكتب ما هو تعريف المفعول به، وزي ما انت شايف كده كاتب لك كل حاجه ليها علاقه بالمفعول به بشكل مفصل جدا. مش محتاج انك تخرج من الابلكيشن وتروح لابلكيشنز ثانيه، لا، كل حاجه موجوده في ابلكيشن برافو. اعمل منشن لصاحبك الدحيح ولايك وفولو عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه.